لو مرتبك أقل من 50,000 جنيه سافر، لازم تسافر. ليه بقى باقول لك لو مرتبك أقل من 50,000 جنيه لازم تسافر؟ علشان تعيش عيشة آدمية، تعرف تاكل وتشرب، تجيب اللي نفسك فيه، تضبط حياتك كده وتبقى عايش عيشة آدمية، لازم تكون دخلك مش أقل من 50,000 جنيه. سافر عشان تشوف الناس عايشة إزاي، وتعرف يعني إيه عيشة آدمية. هيطلع واحد دلوقتي يقول لي: طب يا مولانا ما هو في ناس عايشة ب10,000 وب5,000 وب7,000. أيوه حبيبي أنا عارف، أنا مش هندي، أنا من مصر، أنا عارف إن في ناس عايشة بالمبالغ دي، ولكن دي مش عيشة. أنا مش ناقم على النعمة اللي ربنا مديها لنا وكل حاجة بس دي مش عيشة. دول ما يسموا ما هم على قيد الحياة. ربنا نفسه أمرك بإكرام نفسك البشرية، اداك نفس بشرية وقال لك لازم تكرمها. أنا عارف طبعًا إن الناس طبقات والكلام ده كله ماشي ما فيش مشكلة، على الأقل اسعى وحاول زي ما ربنا قال لك. واحد هيطلع دلوقتي يقول لي: يا عم هو المسافر بيحوش 50,000. أنا ما باقولكش أنت هتحوش 50,000، ما فيش حد في الدنيا موظف بيحوش 50,000 في أي مكان في العالم حتى لو في أمريكا، ما حدش بيحوش 50,000 جنيه ولازم تكون أنت مقتنع بده. أنا باقول لك عيش عيشة آدمية. واحد هتلاقيه كاتب لي في الكومنتات: يا عم أنت في ألمانيا ما بتصفيش 50,000. أيوه أنا عارف، ما هو ما فيش حد بيصفي 50,000 جنيه. بعد عيشة آدمية ما حدش بيصفي 50,000 جنيه. سافر عشان تعيش عيشة آدمية، تعرف تجيب اللي نفسك فيه، تبقى عايش، وأهم شيء عندك مش الأكل والشرب، مش إن أنت بتتقاتل على قوت يومك، إن أنت بني آدم بدائي بتصحى من الكهف بتاعك، تصحى تتقاتل في الغابة وتتقاتل حوالين اللي حواليك علشان تجيب الصيدة آخر اليوم وترجع الكهف بتاعك تاني. ما بتفكرش في بكرة. لو أنت في الموضع ده تحط نفسك في حالة طوارئ، أنت لازم تغير من وضعك ده. هتقول لي: يا عم هي الطيارة يعني فوق سطح البيت. أنا عارف إن الطيارة مش فوق سطح البيت، بس أنت عملت إيه عشان تسافر؟ هل طورت من نفسك؟ أخدت لغة؟ طورت من مهاراتك؟ شُفت السوق العالمي محتاج إيه وأنت عملته؟ تبقى قاعد مثلًا على الكنبة وتقول لي: هو أنا هاسافر إزاي؟ أنت عملت إيه عشان تسافر؟ لو أنت مرتبك أقل من 50,000 جنيه سافر واطلع وشوف الناس عايشة إزاي. حُط نفسك في حالة طوارئ، عارف إن دي ضريبة ودي ضريبة وكل حاجة ليها ضريبة في الدنيا، يعني الغُربة ليها ضريبة وقعدتك في بلدك ليها ضريبة، وأنت الوحيد اللي مسؤول هتدفع أنهي ضريبة من دي.